تخيل كده تقوم من نومك تلاقي القمر واقع على الارض والبقر بياكلوا فيه. لا دي مش نكته ولا فيلم خيال علمي، دي قصه تريلر الالبوم الجديد لأبو يوسف، واللي فعلا مجنون بمعنى الكلمه. النهارده هنفك الشفره وهنفهم يعني ايه جنينه البقر ومين اكي ومين فوف. يلا بينا. القصة بتبدأ في مكان اسمه جنينة البقر، مساحة خضراء كلها هدوء وسلام. يوسف عايش فيها لوحده ومعاه عنكبوت اسمه أكي وخفاش اسمه فوف. يوسف كان في الجنينة بقى بيربي بقر وبيعزف لهم على الجيتار كده في جو روحاني غريب شوية، لحد ما حصل التحدي. أكي بيقول له ارمي طوبة على القمر. يوسف قال خلاص ورمى الطوبة، بس الطوبة فعلا جابت القمر ونزلت حتة منه على الأرض، وهنا كل حاجة اتقلبت. البقر جري ناحية القمر وأكله، والدنيا هنا ضلمت. البقر اتحول لوحوش وعينيهم بتنور بنور القمر، وهنا بقى بدأوا يجروا ورا يوسف. كمان صديقه الخفاش فوف اللي كان دايما بيرد عليه اختفى. طبعا يوسف اضطر ان هو يهرب، وهنا بقى حصلت حاجه غريبه شويه انا ما كنتش متخيلها الصراحه من يوسف. دخل كهف فيه بلاي ستيشن وبلياردو عادي جدا، بس كل ده ما كانش شاغله يعني، وبدا يخطط ان هو ينتقم. ومن ثم تتوالى الاحداث واخترع بقره آلية ودخل جواها واستعد للمعركه الكبرى. ومن هنا بقى خرج بالبقره الآلية بتاعته عشان يحارب البقر المسعور اللي بره. وكانت الضلمه ماليه الدنيا بقى عشان ما كانش فيه قمر ولا كان فيه اي حاجه. ومن هنا بقى تاني مشهد لفوف بيرجع من السماء شايل الشمس في ايده يرميها على البقر، والدنيا تنفجر بالنور. البقر هنا يرجع لحالته الطبيعيه، القمر يرجع مكانه، وكل حاجه ترجع زي ما كانت. ومن ساعتها اتسمت المنطقه بجنينه البقر. بس بصراحه كده القصه دي كلها باين فيها رموز كتير، زي القمر، النور، الخيانه، التحول، كلها شبه رحلة أبو يوسف. هنا لما حاولنا نعرف مين فوف لقينا إن في ألبوم كان عامله أبو يوسف اسمه نمشي من هنا. الألبوم ده فوف كان موجود على البوستر بتاعه. وفي ناس منكم كانت بتقول ان الجنينه هي السين، والبقر هم الرافرز، والقمر هو الشهره، والشمس اللي هو البوم ابو يوسف اللي هيخلي كل شيء يرجع لمكانه. وفي ناس منكم برضو كانوا بيقولوا ان اكي هو سانتا، وفوف هو ابو الانوار، والبقر بقى الرابرز اللي كانوا تحت ايده ومشوا. حرفيا التريلر ده مش مجرد قصه مجنونه، ده بيوصل رساله على فكره. وازاي قدر ابو يوسف يعمل كل ده من خياله؟ قول لي في الكومنتات انت شايف جنينه البقر دي معناها ايه، وهل تتوقع الالبوم ممكن يكمل بنفس الجو ده ولا لا؟ متنساش تعمل لايك وسبسكرايب. سلام.